مساء الخير. موضوع مهم وبجد عايزة أفهم. المفروض إن في حاجة اسمها الرقابة على المصنفات والرقابة على الأفلام والأغاني والحاجات دي كلها. أنا معرفش هما انتوا فين من الحاجات اللي بقت تظهر بالمنظر ده. بفتح التليفون عادي لقيت موقع مش موقع، بنسميها يعني ابلكيشن بتاعت الاغاني الحاجات اللي بيتعرض عليها الاغاني والكلام ده، مطلع لي اختيارات لاغاني. انا اتصدمت، انا قلت في الاول لا انا اكيد فتحت موقع غلط او فتحت حاجه غلط. لا، اللي هو ازاي؟ مش بس كده، ده في يعني حاجات مشهوره جدا احنا كلنا واولادنا بيتفرجوا عليها او بيسمعوا عليها. مطلع لي اغاني بالعربي وبالمصري. انا اتصدمت. اغاني بالفاظ وشرح وكلام لا في دين ولا تربيه ولا عقل ولا اخلاق مجتمع في اي مكان في الدنيا ممكن تقبله. بتتغنى باصوات سواء نسائيه او اصوات رجال، تمام. مش عايزه اقول لكم ان الصوت حلو وان الموسيقى اللي معمول بيها الاغنيه ان هي لازم انت لو سمعت دقيقه منها هتعلق في دماغك، ما بالك بالكلمات اللي جوه الاغاني دي. يعني بجد لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه اغاني بتوصف علاقه بالراجل وست؟ يعني ايه اغاني فيها كلمات اقل ما يقال عنها انا مش لاقيه وصف اوصفه؟ هي فين الرقابه من ده؟ هي مش المفروض ان في مباحث الانترنت وفي رقابه على الكلام ده يا جماعه؟ هو انا ابني ولا بنتي ولا انا ككبيره ولا اي حد كبير هيسمع موسيقى معينه؟ احيانا في حاجات بتعلق معانا كدندنه كده من اغاني او من صوت موسيقى، تلاقي نفسك بتردد الكلام حتى تقول انا عايز اطلع الاغنيه من دماغي، انا مش عايز افكر فيها، انا مش عايز اسمعها. دي معموله باحترافيه، وراها حاجه مش طبيعيه. يا جماعه بالله عليكم فوقوا وامنعوا الحاجات دي عن ولادنا. واحنا هنحارب ايه ولا ايه ولا ايه؟ هنوقف ايه ولا ايه؟ احنا حتى لو بنحاول نقاوم الجيل الجديد ونقاوم نفسنا مش هنعرف. الحرب جامده، فكل واحد يعمل دوره. بالله عليكم انت رقيب على حاجه معينه، بالله عليك اعمل شغلك. وانا كدوري انا واحده وقع قدامي الكلام ده، اقل حاجه هعملها ان انا هعمل تبليغ عن المنشور او هعمل تبليغ عن الفيديو او الاغنيه او الحاجه اللي ظهرت لي، او هطلب حذفها ان انا مش عاوزاها تظهر لي تاني، فبالتالي مش هتظهر لغيري. الريت بتاعها والمشاهدات بتاعتها هتنزل. يبقى انا على الاقل شاركت بدوري. لما الحاجات دي تظهر لكم حاولوا تعملوا عنها تبليغ، الله يبارك لكم. يعني ما بقيناش عارفين هنقف في وش ايه ولا ايه، ولكن ادينا بنحاول قد ما فينا كل واحد ولو بحاجه صغيره يقدر يكون جابها في الجيش الكبير اللي نقدر نقف بيه قدام كل ده. بلاش نغرق اكتر من كده. بالله عليكم كل واحد يعمل اللي يقدر عليه ويعمل شغله. شكرا لكم جميعا، واتمنى ان كل واحد يتحرك في مجال شغله ومسؤوليته.